اهلا بيكم في 1000 طبخه وطبخه. والنهارده تحدي ال100 جنيه. التحدي ده علشان خاص جدا وصعب جدا، قلت مش هينفع اعمله لوحدي. عايزه يا ولاء؟ انا نايم، انا بحب انام في القيلوله. انا جايه النهارده عشان اديك ال100 جنيه تشكري. على طول على جيبك. امال انا اوديها فين؟ يا خبر ابيض، ده مش ليك، ده ال1000 طبخه وطبخه. هنعمل تحدي ال100 جنيه، هنعمل اكله ل4 افراد اقل من 100 جنيه او ب100 جنيه. يعني انت وانا كل واحد فينا هيعمل اكله ل4 افراد بال100 جنيه دي او اقل. او اقل؟ ماشي، اما نشوف. انت بتعرف تطبخ؟ لا بقى، دونت سمول اس. اما نشوف. الله، الناس في الاخر هي اللي هتحكم في الكومنتات، وكل شيخ وليه طريقه. مين بقى اللي هيبدا فينا في الاول؟ طبعا خليها معروف. انت علشان انت اللي جاي ضيف. لا معلش، خليها بالسن برضه. يبقى انت دلوقتي يا بسيوني انت اللي هتبتدي، وانا كل شويه هخش اشقر عليك اشوفك وماله؟ بتعرف تطبخ ولا لا. لا عيب بقى. اما نشوف. ماشي. بصوا بقى، رمضان خلاص مقرب يخلص، واحنا زهقنا طبيخ والجيب اتخرم، فبنعمل ايه؟ بنعمل وجبه حلوه تكفي 4 افراد وتشبعهم، وقيمتها الغذائيه حلوه وما تكلفش كتير. بنعمل ايه؟ بنعمل كشري بعدس اصفر. الكشري من الحاجات اللي سهله وبسيطه وما فيهاش فن. مقدار الرز نصه بالظبط بنحط عدس. هنا انا معايا كوبايتين رز، عليهم كوبايه عدس واحده غسلته، وعلى الحله اهو نحط الرز على طول. وادي الرز على الميه، والمقدار ده كله اللي هم 3 كوبايات، اللي هم كوبايتين رز وكوبايه عدس، بياخدوا 3 كوبايات الا توت بسيط كده. بعد كده ببص لو لقيتها محتاجه ميه بزود ميه. والبيض اللي انتوا شايفينه معانا ده عشان يعلي القيمه الغذائيه ويبقى فيه بروتين ناكله مع الرز ومع الايه ومع العدس. وهنعمل برضو سلطه، وهنعمل معاها بطاطس محمره. كده وجبه غذائيه متكامله محدش له حجه، وكل ده تحت ال100 جنيه. كيلو الرز دلوقتي ما بين 25 ل 28 30 جنيه، ده اغلى حاجه. كيلو العدس برضو ما بين 25 ل 27 جنيه. كيلو البطاطس ب 10 جنيه. طماطميتين من التلاجة على خياره على جزر على شويه بقدونس. والبيضايه ب 3.5 4 مثلا حسب هي بتتباع فين. دول 8 بيضات كل نفر بالطين. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، بس اهم حاجه ما ننساهاش طبعا نحيق الكشري، ونحط على الكشري كمون علشان العدس. فالملح ده بنحطه يعني بالتقريب كده قيمه معلقه، وبنحط على الكشري كمون مهم يعني قيمه معلقه ونص كده علينا دي كلها. لا ثانيه واحده بقى عشان الكمون. استنى، انت بتعملوش ببصل؟ لا ما بنعملوش بصل. ازاي يا بسيوني؟ احنا بيتنا كده، خلقه ربنا كده. احنا بنعمل الكشري كده، بنستنى اما يتشرب، وبعد كده نحط حته السمنه بتاعتنا او حته الزبده ونوطي عليه ويتشرب. احنا بنعمله زي ما بنعمل الرز بالظبط. ما ينفعش، لازم يتصفر له بصل الاول. احنا خلقه ربنا بنعمله كده. هو انت كده مزوده؟ كده حطيت الرز وحطيت العدس والميه حطيتها، بقى بس حته سمنه ومالكيش دعوه، احنا بناكله كده في بيتنا. سلو بلدنا كده، اتكل على الله. خلاص كده الرز والعدس او الكشري الاصفر بتاعنا اتشرب ميته خلاص، واحنا كنا حاطينه على نار عاليه عشان ما ننساش. هنوطي النار ونحط حته السمنه بتاعتنا. هنقلب الكلام ده مع الزبده او السمنه ونسيبه بقى ياخد ودي مع بعضه كده، ونوطي النار خالص ونغطيها. بعد تلت ساعه مثلا كده ولا بتاع نبص عليها كده، خلص الكشري بتاعنا خلاص. هقطع انا بقى السلطه والبطاطس على بال ما الليله دي كلها تستوي وتخلص كده، عشان نجمع طبختنا النهارده وغدوتنا النهارده اللي تحت ال100 جنيه. يلا بينا بقى نجمع طبق السلطه الجميل بتاعنا اللي هناكله مع الكشري والبطاطس المحمره والبيض اللي سلقناه، وهندحرجه في الزيت كمان. بسيوني نعم، ما تنساش تحط كزبره على السلطه عشان بحبها. مش هحط كزبره على السلطه، واركني بقى واهدي بقى. حطينا طماطم والخيار بتاعنا اللي قطعناه، وشويه فلفل مش هيقول لا برضو، وشويه جزر. ولو عندنا بصل عايزين نحط، عندنا بصل اخضر حابين نحط. بنقطع عليها برضو شويه البقدونس دول يدوا منظر ويدوا طعم. في ناس زي ولاء مثلا بتحب تحط كزبره خضراء على السلطه، انا بحب البقدونس بصراحه. ولو كان في شبت، بس للاسف ما كانش في شبت الصبح، ممكن نحط شبت برضو. عملنا السلطه وقطعناها خلاص، نحط لها بقى شويه ملح وشويه كمون عشان ولاء ما تزعلش، وقيمه عصره نص ليمونه كده. انا العصاره مش لاقيها لسبب ما يعني، فبنستخدم الشوكه. الشطره تغزل برجل حمار برضو. حط شويه ملح يا ابني، وحط شويه كمون عشان خاطر ابله ولاء، وقلب السلطه. نعمل ايه بعد كده بقى؟ نحمر شويه بطاطس، والبيض اللي احنا سلقناه هندحرجه مع البطاطس في الزيت، يبقى فرح فطور.
خلصنا كده الكشري على النار ومقرب يستوي، وعملنا طبق السلطه الجميل. هنحمر شويه بطاطس. احنا ما بقيناش خلاص نجيب البطاطس اللي هي الجاهزه اللي على التحمير دي، بنجيب بطاطس عادي خالص من بتاع الخضار، الكيلو ب 10 جنيه، وبنقطعها وبنحطها في وسط بقى ما البطاطس بتتحمر كده، وقرب ما خلاص الاقيها مقربه تستوي خلاص، اقوم منزل فيها البيض يتدحرج مع البطاطس. انا مش هوسخ طاسات تاني، هي نفس الطاسه يتحط فيها البيض. طب بيضه بيضه كده، بيضه بيضه يا عبد العال. بمجرد ما خلاص نلاقي البطاطس مقربه تستوي ننشلها، لقينا البيض خلاص خلص ننشله، والموضوع سهل وبسيط. وسخنا طاسه واحده بس، بطاطس خلاص اهي بنطلعها والبيض بيتدحرج، اللهم صل على النبي اهو. وبس كده الاكله خلاص خلصت، هنجمعها ونقدمها مع بعضينا، ويبقى احلى فطار في رمضان من غير ما حاجه تنفجر في وشنا ان شاء الله. البيض اتدحرج خلاص، يلا بينا بقى نحطه جنب اخواته عند البطاطس هنا على طول. بيضه بيضه علشان الزيت ما يلسعناش. يلا بينا بقى نحطها في الطبق اللي هناكلها بيه ونفطر عليه النهارده. يلا بينا. اللهم صل على النبي. بعد كده بقى نحط شويه البطاطس. نحط الاول لكل نفر بيضتين وشويه بطاطس كده جنبهم. اللي عايز يزود كاتشب بقى يزود، اللي عايز يزود مايونيز يزود. فين السلطه يا جدعان؟ عايزين بقى تاكلوا السلطه كده في طبق لوحدها حلو، عايزين تحطوها مع البتاع حلو. انا شخصيا بحب احطها على الكشري كده تبرد وتطري شويه، فاقوم واخد مغرفتين كده من القصه دي كلها وحاططها كده. نحط على السلطه والكشري كده رشه كمون كده من على الوش، وبرضو على البيض. مش هتزعل حد دي تكفي 4 افراد، وعملناها كلها تحت ال 100 جنيه. استناكم بقى تقولي في الكومنتات مين عمل الاكل احلى، انا ولا ولاء؟ بال 100 جنيه بقى بتاعتي انا هعمل لكم مكرونه باللحمه المفرومه، وسلطه بطاطس بالثوم والمايونيز، وسلطه طحينه. يلا بينا. حطينا ميه المكرونه تغلي على النار عشان نسلق المكرونه، وقطعنا البطاطس مكعبات وحطيناها تتسلق في ميه مغليه وشويه ملح. وهنعمل دلوقتي عصاج اللحمه بالصلصه عشان يبقى جاهز. يلا بينا. انا سامعه ان بسيوني بيعمل كشري بعدس اصفر من غير بصل، حاجه في غايه الغرابه، بس هندوق ونشوف. الزبده هنحط مع الزبده شويه زيت علشان ما تتحرقش، وعلشان انتوا عارفين المكرونه بتحب الزيت. وهننزل بالبصل اللي بسيوني مرضاش يحطه على الكشري بعدس اصفر بتاعه. هنصفر البصله شويه. دايما وانتي بتطبخي وبتعملي الاكل تبقى العيون كلها شغاله على كذا اكل، مش بتعملي حاجه وتخلصي وتبداي في اللي بعدها. خليكي شاطره، ولعي على كله وانتي بتشتغلي علشان كله يخلص في وقت واحد وما تاخديش وقت. البصله بقى وهي بتتشوح وريحتها طلعت، بنحط لها حته توم صغيره خالص. اول ما تطلع ريحه التوم نحط اللحمه المفرومه على طول. بسيوني بيشوح اللحمه المفرومه قبل البصل، وانا قلت لكم قبل كده ان في ناس بتعمل كده. انا لا، بحط البصل الاول. فنشوف اخر الطرق في الاكل هتبقى عامله ازاي. ننزل بقى باللحمه. هنحط شويه ملح. في ناس بتستنى لما اللحمه تفك وبعد كده تحط الملح، لا انا بحطه عادي. ونحط الفلفل. عصجنا اللحمه بالبصل والفلفل، هننزل عليها بعصير الطماطم. فضي عليها كيس صلصه. سيبها تتسبك لغايه ما نسلق المكرونه. الميه غليت، هنسلق المكرونه. ايه ده؟ بس يا ابو كشري من غير بصل. عملت المكرونه بقى ببصل وبتوم كمان. المكرونه استوت، هنروح نصفيها علشان نحط عليها عصاج اللحمه بالصلصه. نحط المكرونه على النار مكان اللحمه، وهنمسك اللحمه ننزلها على المكرونه وهنقلب. هنسيبها 5 على النار، نكون جهزنا طبق التقديم بتاعها. كده المكرونه خلصت، يلا بينا نغرفها. ريحتها حلوه قوي قوي قوي. حط شويه كزبره علشان بسيوني حط بقدونس على السلطه وما حطليش كزبره. انا هحطها له على المكرونه. احنا كنا قطعنا البطاطس مكعبات وسلقناها وقلنا هنعملها بالثوم والمايونيز. بقيه الاكله اللي ب 100 جنيه. نحط حته تومه، يا دوبك التوم يصفر. بس التوم اصفر واحنا كنا سالقين البطاطس. من الحله على طول على التوم. نحط لها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون عشان انتوا عارفين البطاطس بتحب الكمون. هنجيب الطبق اللي هنغرفها ونقدمها فيه. بسم الله. حطينا عليها رشه مايونيز
وهنحط عليها شويه كزبره. على فكره في ناس كتير بتحب تحط الكزبره جواها اصلا، زي ما شوحت التوم كده بتشوح الكزبره الخضراء معاها، او تحطها على الوش، ان انتوا عارفين البطاطس بتحب التوم كتير والكزبره الخضراء. كده انا خلصت البطاطس وخلصت المكرونه. هنعمل سلطه الطحينه. سلطه الطحينه مفيش اسهل منها، طحينه وملح وفلفل وكمون وعصره ليمونه وشويه ميه. يلا بينا، سهله وبسيطه ومش مكلفه نهائي. الطحينه كده خلصت، هنحط عصره ليمونه، شويه ملح، شويه فلفل اسود حبه صغيرين، شويه كمون. سلطه الطحينه معانا تبقى جاهزه.